مفيش عملية شراء بتحصل صدفة، مفيش بياع بيبيع صدفة، مفيش عميل بيشتري لمجرد انه عايز يشتري. اي عملية شراء او عملية بيع بتتم لاسباب. انت كبياع محترف لازم تفهم الاسباب الحقيقية عند العميل من وراء عملية الشراء اللي هو عايز ينفذها، عشان لما تنفذ له عملية بيع يبقى انت بتساعده. في البي تو بي انفايرمنت البيع مختلف. عملية البيع في البي تو بي انفايرمنت بتقوم على اسباب، الاسباب دي موجودة عند العميل، دورك كبياع توصل لها، عشان وصولك ليها هو اللي هيساعدك ان انت تقفل عملية البيع بشكل اسرع. عشان تدليفر سولوشن لازم تبقى فاهم ان احنا عندنا 3 مناطق عند العميل بيشتري بسببهم. بروبلم بلان بروجكت. ايه بقى اللي يخليك تبقى انت كده قدمت للعميل سوليوشن؟ لو بالنسبة المشكلة موجودة عنده لازم تحلله المشكلة. لو بلان لازم تعمل له سبورت عشان تاتشيف الجولز اللي هو حاططها في البلان بتاعته. لو بروجكت لازم تبريوريتايز للكاستمر بتاعك ترتيب اولوياته في البروجكت اللي هو بيعمله. لان احنا لما بنيجي بنسيل with our reputation، بنبيع بسمعتنا. وخليك دايما متأكد ان الشركات مش بتinvest without return of this investment، فانت لازم تساعد الشركة ان هي يجيلها ريتيرن من الانفستمنت اللي هي بتصرفه. لو مهتم تعرف معلومات اكتر تقدر تخش على المنصة بتاعتنا الكبسولة دوت كوم. هي اول منصة متخصصة في مجال تدريب المبيعات، وكل الدورات اللي عليها مجانية.